وكده يبقى انت امنت نفسك من اول مرحله او اول حاجه انت نزلت فيها فايل وما تعرفش المصدر بتاعه. اكتر سؤال جالي الفتره اللي فاتت على انستجرام: ازاي اتاكد ان بلوك التليجرام ما فيهوش فيروسات او ملفات ضاره؟ خلينا في الفيديو ده نتكلم بشكل عام، وده ممكن يحصل مع اي فايل او اي سوفت وير انت بتستخدمه، سواء كان ماكس او ريفت او راينو او غيره، مادام بتتعامل مع ملفات خارجيه او موديلز من حد تاني. في البدايه تعالى اقول لك ازاي نبدا نفحص الملفات كويس قوي اللي بننزلها سواء من تليجرام او غيره. فلنفترض ان ده بلوك التليجرام اللي انت نزلته من شويه وحابب ان انت تضيفه في الفايل اللي انت شغال عليه. لو جينا هنا وعملنا اكستراكت للفايل، اهم حاجه اول ما تفك ضغط الملفات لازم تتاكد ان انت مش عندك 3 من الحاجات دي: ملفات بصيغه الاي اكس اي، وملفات بصيغه الام اس اي، وملفات دي ال ال، وملفات ممكن تلاقيها موجوده اللي هي الدوت بات. ال3 ملفات دول لو لقيتهم مشكورا عليك ان انت تعمل ديليت ليها، وكده يبقى انت امنت نفسك من اول مرحله او اول حاجه انت نزلت فيها فايل وما تعرفش المصدر بتاعه او المصدر بتاعه مش موثوق بشكل ما. طيب لحد هنا الدنيا تمام؟ الحقيقه لا. انزل اعمل لايك دلوقتي واعمل ريبوست للفيديو ده عشان يساعد اصدقائك. الحقيقه ان انت لسه برضو مش امان، ممكن تشغل الفايل وتحصل معاك مشكله زي اللي حصلت معايا في الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش هتلاقيه موجود على صفحتي على الانستجرام، ممكن تبص عليه او التيك توك. شوفه وتعالى كمل الفيديو ده. فلو انت مستخدم فيرجن ماكس اكتر من 22 وفتحت فايل فيه كوربشن او فيه ايرور، هتلاقي الاوتو ديسك سكيورتي تول بطبيعتها بعتت لك رساله بتقول لك ان في مشكله في الفايل ده زي ما ظاهر قدامك على الصوره دي. هتعمل كلير للكوربشن وكده تبدا تشتغل على الفايل عادي جدا. بس اهم حاجه انت فاتح صفحه تانية غير صفحه المشروع اللي انت شغال عليها من ال 3 دي ماكس. في سكريبت اسمه برون سين، ده مهم جدا يكون عندك